يا أهلا وسهلا بيكم معانا في سلسلة حلقات مشاريع مكتب سكتش للعمارة والديكور في الغردقة. والنهاردة معانا مشروع مميز جدا، وهو مشروع إداري، مكتب محاماة لمحامي شهير هنا في الغردقة. والطلبات كانت كالتالي: هي تجديد وتطوير المساحة بما يتناسب مع طبيعة العمل في المكاتب. والطلب التاني هو تخصيص مكتب مستقل لصاحب المكتب وعمل ركن اجتماعات لضمان الخصوصية. تصميم مكتب منفصل لمدير المكتب، يعني هم كده محتاجين مكتبين مقفولين. توفير عدد مناسب من المكاتب للمحاميين بما يتحقق الكفاءة بتاعة العمل أو التشغيل. الحفاظ على الفرش القائم دون إجراء أي تعديلات عليه، وهنتفرج على صوره في المعاينة. ضم مساحة البلكونات، كان عندهم بلكونة في غرفة من الغرف علشان يزودوا الاستفادة منها داخل المكان. دي كانت صور المعاينة، واضح فيها جدا الفرش وان هو ستايله كلاسيك وخفيف، وفي نفس الوقت موجود تفاصيل لذيذة في الكراسي والمكاتب. هنتفرج عليها بعد التجديدات واتحطت ازاي في 3D. وده مكتب كمان لايت كلاسيك لذيذ وجميل، وكمان الكراسي زي ما انتم شايفين بتعبر عن الفخامة. دي كانت صور الحمام والمطبخ، وكمان غرفة غير مستغلة موجودة اللي هي في الجزء ده. ده الاسبلت ورفع المقاسات بتاعنا. الباب كان من هنا، ودي غرفة منفصلة، ودي البلكونة اللي احنا اتكلمنا عنها ان هي عايزة تتضم للمساحة. ده الريسبشن، ودي غرفة المدير وبرضو ملحق بيها بلكونة. ودي الغرفة اللي كانت غير مستغلة زي ما انتم شايفين، دي ضمناها على المساحة بتاعتنا. ده كان أول بروبوزل اقترحنا فيه تكسير الحيطة دي واستبدالها ببارتيشن لذيذ يفصل ما بين الريسبشن ومكتب السكرتارية وغرفة المدير، وعمل المكاتب بشكل حلزون كده بيلف حوالين الحيطان والأعمدة، بحيث ان الموظفين تبقى قاعدة في الريسبشن، كل اللي موجود بيتفاعل معاهم عادي جدا. وده مسار الحركة اللي بيدخل على غرفة المدير مديرهم. ودي الزون الخاصة بصاحب المكتب، وده مكتبه، ودي غرفة الاجتماعات بتاعته. حابب يدخل دايركتلي من الشارع على الغرفة بتاعته من هنا، تمام. حابب يدخل الريسبشن ويدخل على هنا، تمام. طبعا حطينا له الاثنين بروبوزل لفتحات البيبان، وممكن جدا واحدة فيهم تبقى سلايدنج دور ما تبقاش مفصلي علشان ما يحصلش اصطدام البابين ببعض. ده كانت الأفكار اللي موجودة في بروبوزل رقم 1. هنتفرج عليها برضو دلوقتي مع بعضينا presented أو متلونة. دي كانت الاقتراح اهو بالالوان زي ما انتم شايفين. دي غرفة المدير، ودي غرفة صاحب المكتب، يختار فتحة الباب زي ما يحب من هنا او من هنا. ودي الفرش بتاع بقية الستاف، ودي السكرتارية، وده الحمام، وده الكيتشنت الصغنن بتاعنا، ودي لوبي بتدخل عليهم هما الاتنين. ده بروبوزل رقم 1 كده شرحناه. ده البروبوزل رقم 2، وكان المدخل بتاعنا مختلف شوية. اقترحنا ان المكاتب الاتنين يبقوا جوه، وده يبقى الانترنس. قفلنا الباب اللي كان موجود هنا، وعملنا الموظفين قاعدين في بارتيشنات زي ما انتم شايفين، كل 4 موظفين في زون، والموظف رقم 9 في الركن ده. طبعا هنا كانوا 1 2 3 4 5 6 7، هنا قدرنا نقعد 9 بالإضافة لصاحب المكتب والمدير والسكرتارية. ده البرزنتيشن بتاع البروبوزل التاني، وازاي قعدنا 9 موظفين في نفس ذات الفراغ بتكسيرات بسيطة جدا. ده ال 3D بتاعنا. دي غرفة المدير وركن الاجتماعات والمكتب اللي هي عبارة عن دي. أول ما ندخل بنلاقي غرفة الاجتماعات والتلفزيون، وهنا الغرفة بتاعة المدير. دي الشوط التاني بتاعها. ده الغرفة الصغيرة بتاعة مدير المكتب اللي جنب
غرفة صاحب المكتب اهي. وطبعا زي ما انتم شايفين الستايل كلاسيك، بيمشي مع الفرش بتاعنا والبانوهات اللي معمولة في الوولز دي والكلادنج وكمان الدواليب بتاعتنا او المكتبة بتاعته علشان تبقى كلها ماشية مع نفس الستايل. ده الريسبشن عملناه لايت كده عملي وبسيط، حبيناش ان احنا ندخل فيه تفاصيل كلاسيك كتير. ده الزون بتاع السكرتارية او الموظف التاسع اللي قلنا عليه. ودي البارتيشنات وشكلها اهي جميلة جدا، كل 4 موظفين موجودين في مكان مع بعضيهم، واعتمدنا على تجاليد بسيطة من الخشب والطبلوهات علشان تدي شياكة للريسبشن. ده البروبوزل الثالث والشرح بتاعه كالتالي. اعتمدنا فيه ان احنا بدأنا نقفل غرفة ثالثة، يعني ده المدخل عندنا، دي غرفة 2 3. الاتنين بروبوزل الاولانيين ما كانش فيهم غير غرفتين فقط. هنا العدد اللي موجود من موظفين 1 2 3 4 5 دول في الريسبشن، والسكرتارية الستة. هنا في موظف ليه غرفة لوحده خصوصية، وزي ما هم حابين حسب عدد العاملين وكام واحد بيحب يكون ليه خصوصية. غرفة الاجتماعات فصلناها بحيث ان هي ممكن تنفع مكتب برضو لموظف كمان، او يبقى في كونكشن بينها وبين غرفة المدير، فبالتالي صاحب المكتب بقى عنده جناح كامل، وده باب سلايدنج بيربط بين غرفة الاجتماعات وبين غرفة المدير. خلينا نتفرج على ال 3D بتاع البروبوزل ده. والبروبوزل ده هو اللي حققنا فيه ان احنا دخلنا البلكونة بوضوح. ده البريزنتد او الالوان بتاعة الشكل بتاعنا. وطبعا الزون دي بندخل كده غرفة الاجتماعات، في عندنا الكيتشنت والباثروم اهو ب2 حوض وتويلت منفصل بباب علشان الخصوصية. دي غرفة المدير بستايلها المختلف شوية، وده الباب السلايدنج بتاعنا اللي بيربط بين غرفة المدير وغرفة الاجتماعات. دي غرفة المدير بتاع الموظفين، ودي غرفة الاجتماعات، وده الريسبشن، ودي السيتنج اريا اللي في وش باب المكتب. دي المكاتب اللي الشباب قاعدين عليها المحامين. بشكركم، أتمنى يكون 3 اقتراحات عجبوكم. هستنى تكتبولي في التعليقات أنهي مقترح عجبكم أكتر. كانت معاكم مهندسة استشارية مريم نشأت عدلي.